طيب اقول لك كلمتين من قلبي كزملكاوي، مستحيل مستحيل اخاف من فرقه زي السيراميكا. عيب، انا بطل تشجيع فيها. اه والله، انا خايف من السيراميكا ازاي حتى لو لعبت بالمنظر اللي انت شايفه ده؟ من عيب ان انا اكون قاعد قلقان من فرقه في شركه، يبقى عيب عليا. مش مشجع، انت بجد ما تعرفش يعني ايه زملكاوي. ما تعرفش يعني ايه زملكاوي. اللي بيشجع فريقه وبيخسر بالمنظر ده ما بيخافش من حد، هو عنده ثقه تامه في النادي، في الاسم، مش في اللاعب. عمرنا ما وثقنا في لاعب، وعمرنا ما قلنا هو ده اللاعب اللي مش عارف ايه. بالعكس، احنا دايما دايما بنطلع نجوم. فمستحيل زملكاوي يكون قلقان من سيراميكا. لا، انا بصوم لك بيها بالعشرة. وانا هو بكلمك وبتحدى اي حد يجيب لي زملكاوي يقول لي لا يا عم انا خايف من الماتش ده او انا مرعوب. لا، احنا عندنا ثقه وهنشجع وهنقعد نتفرج على الماتش مستنيين ان احنا نكسب، علشان احنا لازم نكسب. انا ما بخافش من حد، مفيش حد احسن مني. الفريق اللي وصل النهائي الكونفدراليه دوت بالمنظر ده، باللعيبه دي، بالقضايا دي، بالمشاكل دي، مستحيل يخوفني من سيراميكا. الفريق المتصدر دوري رغم كل المشاكل دي، وفي فرق تانية بتصرف بالمليارات، مستحيل يخاف من سيراميكا. بمناسبة الفرق اللي بتصرف مليارات، اللي بقت مشكلة المليارات بيطلع يضحك عليها في التلفزيون دلوقتي. الإعلاميين بيقعدوا يضحكوا ايه ده، طب وايه، وبالتهرب الضريبي ولا من غير بقى. اصل احنا عرفنا حوار اتحاد الكورة، اللاعب اللي بيدفع فيه ال 100 مليون بيتسجل ب 5 مليون حاجة كده. يعني احنا بنعيشها في الدوري بتاعنا حالة جميلة قوي. فالزملكاوي ما بيخافش من حاجة، عشان تبقى فاهم. يعني الزملكاوي ما بيخافش من حاجة، ومش احنا اللي نخاف من سيراميكا. وان شاء الله هنرفع الدوري من الارض.